السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل رز صيادية. معانا البصل اهو، فرمناه في الكبة. هنحط عليه شوية زيت ونقلبه لغاية ما يحمر ويغمق، مش يتحرق، لا يحمر ويغمق. نشوف دلوقتي. نحط الزيت اهو، شايفين؟ هنفضل نقلب نقلب نقلب. هنعمل النهاردة سردين وبسارية اوميجا 3 بقى. معانا ايه؟ السردين. نحط طبعا شوية زيت الاول في الارضية. كنت بقطع هنا قرن فلفل. معانا بصل وطماطم وفلفل اهو. احنا شغالين هنا اهو، البصل على النار على قدم وساق. البصل شغال. هنسيبه لغاية ما يحمر. هنرجع تاني للسردين. هنحط شوية زيت في الأرضية ونرص عليهم السردين. السردين ده طبعا ملحناه وقلبناه اهو، اخد تمليحة. ملحناه ازاي؟ رشين عليه شوية ملح يعني عشان ما يبقاش عادب. هنرصه بقى في الصينية كده. وهنعمل له دقة توم وكمون وشوية ملح وبصوت لأنه هو متملح. رص 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 رص. هنستنى لما نرص كله ونجيب التوم بالكمون بالملح اللي احنا عملناه ونحطه فوقيه. اهو ادي التوم بالكمون بندعة ملح. هنحط بقى فوقيه كده نتبله بيه. بعد كده هننزل بالطماطم والبصل وقرن الفلفل. هندخل بقى الطماطم والبصل وقرن الفلفل. رصي زي ما انت عايزة. رصينا الطماطم، نرص عليها بقى البصل. طبعا ما بتحبيش السردين صينية ممكن تقليه عادي، بس هو كده بيبقى جميل جدا على فكرة. دي احسن طريقة للسردين. هنحط عليهم شوية زيت اهي، نطرة زيت من فوق. يا سلام يا سلام. نروح للرز. شايفين البصل اهو بيحمر معانا، شغال. بس لسه هنسيبه برضو شوية صغيرين ونرجع تاني للسردين. نعصر بقى عصرة ليمونة ونزقه في الفرن. ندخل بيه على الفرن. هنا بقى خلاص البصل احمر وحطينا عليه الرز. هنفضل نقلب 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 كده لما الرز يتشرب ميته وننزل عليه بالمية. ايوه كده.
نحط بقى الملح بتاعنا، حابة تحطي كمون حطي، انا مبحبش احط كمون. شايفين لون المية اتلون ازاي بالبصل؟ هيبقى الرز كده برضو، هيبقى نفس اللون العسلي ده. عايزة تغمقيه اكتر من كده غمقيه. حطينا معلقتين الملح. بصوا بقى، دي شوية طماطم كانوا باقيين من امبارح، نرميهم؟ لا، نحطهم في الرز، مش هيقول لا. وقلب قلب قلب قلب. حلو قوي كده. نروح على البسارية. طبعا احنا ملحنا البسارية زي السردين بالظبط. وبعد كده في شوية دقيق عليهم شوية نشا، وابدأي اقلي البسارية. البسارية برضو ليها طرق كتير، ممكن تعمليها زي الفلافل، بس دي بتبقى عايزة البسارية الصغنططة خالص. تحط لها برضو توم وليمون وكزبرة خضرة وكمون وكزبرة ناشفة، وتعمليها على هيئة الفلافل مدورة كده وتقليها. انما دي عشان طويلة شوية فاحنا قليناها. ودي مليانة طبعا بالاوميجا 3، دي كويسة جدا لولادك. عشان اللي يقولك ده انا بنسى، انا مش فاكر، انا مش عارف اذاكر، لا ده دي كويسة جدا للعيال. شايفين؟ طبعا هنا شغالين في البسارية، والرز اهو اتشرب ووطينا عليه على الاخر. شايفين؟ هنا اهو الرز اتعمل. شايفين بعد ما خلص لونه بقى عامل ازاي؟ وهنا البسارية اهي خلصت. شايفين؟ متحنطة وناشفة، باينة ان هي ناشفة ومقرمشة. احسن اوميجا 3 لولادك ببلاش. ادي صينية السردين طلعت من الفرن، وعملنا معاهم شوية سلطة بقى، طماطم بقدونس خيار قرن فلفل. وفي هناك بطاطس لسه هنحمرها، ما اتحمرتش اهي، لسه هنحمر البطاطس دي. والف هنا وشفا، وتفضلوا معانا.